ليش كل ما اجي ياخذك من عند بيت اهلك تطلع لي الخدامه ولا يطلع لي احد من اخوانك وشايل معه كيس؟ خذ هذه اغراض وفاء. وش اغراض وفاء؟ ناظر فيها القاها بسبوسه ولا القاها. بيتنا فاضي. مو فاضي عادي مؤونه. لا قاصر عليك انا في شيء؟ لا مو مقصر معي في شيء والله جد. لا والله ابدا. مو معقول ترى غلط. شفت جبت من عندهم طرحه. بعد عجبتني واخذتها. قولي ودني السوق اشتري لي سوي لي افعل. لا تحسسيني قدام اهلك اني ما اشتري لك وبيتنا فاضي. اخوك ذاك اليوم طالع لي باغراض اقسم بالله اني بصل وطماطم كاشت انا عادي. وش رايحين نكشت. شفت عندها واجد كميات واخذت. قلت ما خففي. ولو لا تجيبين شيء من عندهم ثاني مره. لا تطلعين لي من بيت اهلك اي شيء. إيه؟ ارجوك رجاء. طيب انا اذا جيت اطلع ماما تعطيني اياها تلحقني فيها. يا الله حركات الامهات القديمات اللي لا جت طلعت بنتها ولا. لا امي مو قديمه. امي 20 25. لا كيف 20 25 انت طالعه باكياس بصل وطماط وبسبوسه وكنافه وتطلعينها معك اغراض. حتى طرحتها هذه مو معقول ترى. بقايا ذبيحه ولحم وداع الله يديم النعمه. لكن يا اخي جايبت معك قدر حملتها معنا في السياره. اي عشان اسخنها بكره ونتغدى عليها. اقسم بالله كاني ساكن في خيمه ما كاني ساكن في بيت وجنبي سوبر ماركت ومحلات اقدر اروح اشتري. دائما امي تقول لي ليش هو مقصر معك بشيء؟ انا اقول لها لا مو مقصر معي. طيب يا شفتي حتى امك عابتك في النقطه هذه. ارجوك رجاء لا عاد تسوينها ذبحتوني. كل ما اجي اوقف عند بيتكم لازم احد يطلع لي باكياس. انت تاخذ الموضوع شخصي معليش. لا مو بشخصي. لا هذا منطق. من عندهم حق طبختك. هذا منطق. لا عاد اشوفك في يوم من الايام تطلعين من عند بيت اهلك باكياس. يرحم امك.